بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي كبسولة رياضية، هنتكلم اليوم في كبسولة أو اتنين. أول كبسولة، طبعا كلنا كمصريين فخورين بالنادي الأهلي المصري. طبعا بيلعب في كأس العالم للأندية، تجاوز وكسب أول مباراة بأداء رائع بصرف النظر عن مستوى الفريق النيوزيلندي. طبعا إن النشاط واقف عندهم أو كذا، أو بقالهم فترة ما لعبوا كورة، ولكن طبعا هذا لا يقلل من النادي الأهلي. واليوم إن شاء الله بإذن الله منتظرين الكثير والكثير من النادي الأهلي. النادي الأهلي منظومة كروية فعلا كل مصري يفتخر بها، وياريت وأتمنى إن الرياضة في مصر تكون بنفس طريقة تنظيم والإدارة في النادي الأهلي. بتمنى لنادي الزمالك نفس الموضوع، بتمنى لاتحاد الكرة يكون فعلا في إدارة وفي ناس بتفهم في كرة القدم، يمسكم ويديروا كرة القدم حقيقي حقيقي بطريقة حقيقية. بجد بجد نفسنا نشوف إدارة منظمة، إدارة مرتبة، إدارة على كفاءة عالية. النادي الأهلي منظومة كروية كبيرة جدا جدا جدا، وكل مصري بيفتخر بالنادي الأهلي، وإن شاء الله اليوم يعمل أداء رائع. الكبسولة الثانية والسريعة هي الكابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي. الكابتن حسام حسن في كل توليه للمهام بيختار الطريق الأصعب، يختار الطريق الأصعب، وهي اختيار لاعيبة مغمورة، لاعيبة من الدرجة الثانية، ويعمل معهم شغل كبير جدا جدا، ويتعب ويبذل مجهود عشان يوصلهم لمستوى النجومية أو مستوى إن هم يكونوا على كفاءة للنادي المصري. وده بيسبب له أزمات كتيرة جدا جدا، لأن النتائج بتاخد وقت طويل جدا علشان تتحسن. والنادي المصري نادي كبير له شعبية وجماهيرية كبيرة جدا في بورسعيد. فحسام حسن للأسف للأسف بيختار دايما الطريق الأصعب. النادي المصري يا كابتن حسام، أنا شايف ومتابع الأداء من يوم ما أنت توليت يا باشمهندس يا كابتن حسام، إن للأسف للأسف في عدم تثبيت للفريق في المراكز بتاعة الفريق. كان في نواقص كتيرة جدا جدا خاصة في خط الدفاع، وكنا بنتمنى في ال الانتقالات الشتوية يكون في ناس على مستوى النادي المصري، ولكن دايما أنا بقول كابتن حسام حسن بيختار الطريق الصعب. الحاجة المهمة كابتن حسام، انت محتاج في جهازك الفني محلل أداء. محلل أداء يعطيك صورة واضحة لكل لاعب، يعطيك صورة واضحة لكل لاعب، لأن للأسف في أخطاء كثيرة جدا جدا بتحدث في الفريق وأثناء المباريات، وانت كابتن حسام بتكون واقف على الخط، كل همك وكل مجهودك بتبذله مع الفريق في ان يعمل نتيجة. لكن دراسة الفريق المنافس مهمة جدا، دراسة فريقك مهمة جدا، من لا من وجود محلل للأداء. أنا شايف الجهاز المعاون ليك يا كابتن حسام ضعيف جدا جدا جدا، فأتمنى يا كابتن حسام إنك تعين محلل أداء قوي وفاهم، إلى جانب معد بدني يكون على مستوى عالي أيضا، لأن أنا شفت الفرقة بتنزل وبتهبط وفي نقص كبير في اللياقة البدنية. فياريت يا كابتن حسام، ياريت يوصلك هذا الكلام. الكبسولة الأخيرة لمستر كامل أبو علي. منتظرين الاستاد، منتظرين الاستاد. هل في معوقات خارجية؟ هل في ضغوطات خارجية لعدم اكتمال هذا المشروع العظيم لمدينة بورسعيد وللنادي المصري اللي يستاهل ويستحق كل التقدير وكل فعلا اهتمام الدولة بالكامل لبورسعيد وللنادي المصري؟ متابعي كبسولة رياضية، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.